احنا ايه بقى؟ احنا جايين ليه؟ جايين نصور صح؟ احنا دايما متمرمطين في حاجات غريبة وحاجات اغرب، فقلنا نجدد. المنظر اللي ورانا ده المفروض ده كان يبقى الهرم، كان المفروض يبقى القلعة، والمفروض يبقى عندي في البيت. سمعنا فيديو نحس الكوميتي نحس، فاتعمل يلا اهو كله بثواب. ان انا يعني عملت انترفيو في ابديت ودخلت يعني كلموني ان انا اكسبت تاني يوم على طول. تمام. اعلى حاجه في الدنيا كنت في السنه اللي قعدت عليها في ابديت ان عرفت الناس الجميله دي. غير كده عدى عليا مواقف كتير طبعا الواحد ما بيفتكرش منهم حاجه، بس اهم حاجه ان الواحد يبقى في يوم في البوث وشغال وزي الفل وبيجي في الاخر يطلع بيست ممبر، في يوم يطلع بيست ممبر، دي اكيد حاجه تفرق. كان اول يوم تريننج واول مره اشوف الافتر افكتس، ما كنتش يعني كان شكله غريب قوي، ما كنتش فاهمه كلمه. بس اليوم ده انا فاكره انه اخر ربع ساعه في الميتنج نزلنا صورنا على الكوبري. كنت اول مره اصور بكاميرا بروفيشنال، كنت مبسوطه جدا معرفش ليه، يعني كنت مروحه كده سعيده. كله مفيش والجو حر والشمس. اللي انا عرفت الناس الكويسه اللي قدامكم دول، بالذات وفائي اللي عمال يضربنا كل شويه ده ويفتري فينا هو والكابتن رفض، اللي مش شايفين ان هم الناس في الكل. بس كده. الحاجات الحلوه ان احنا لما كان ميس اوف هابينس اللي عجبني قوي، فكره جديده وحاجه حلوه ان احنا عملناها. لما كنت بصور لمصر مع ابو ضحى وهو بيصحيني ويلطش بالاقلام، في الفيديو متجاب الشوت الوايد مش باين، في شوت الكلوز اب فصلنا واحد من الضحك. دي تقريبا كانت اكتر حاجه خلتني ضحك يعني. اي ستودنت اكتيفيتي كان بالنسبه لي حلو، ناس فاضيه مش عندها وقت بتضيع الوقت بتاعها في الموضوع ده، فلما دخلت ابديت عرفت ان الناس دي بتعمل حاجه مهمه جدا وحاجه كويسه جدا وحاجه تخليك تفتخر بيها. لما اول مره اتعرض فيديو بيكمل في اول مره في الاوبننج هو واسبق بخطوه، والناس كانت بتسقف على الفيديوهات اللي طلعتها كوميتي ميديا. اول حاجه اكتر حاجه بتضايقني عصبيه وفائي، بيقعد يتعصب علينا ويشخط فينا. ايوه سؤال ذكي اهو. بتعملوا ايه؟ واحد ماسك الكاميرا وواحد بيتكلم، هنبقى بنعمل ايه؟ اهو في الاخر يقولوا بتعصب ليه؟ اللي هي فكره ان انا فيديو بيج فاميلي اشتغلت عليه كتير جدا وما طلعش غير مرتين بس. حاجه حاسه في نفسي بصراحه قوي يعني، فيديو وما طلعش غير مرتين بس. يوم ما رحنا عند الاستاذ عزت ابو عوف لسه بنخبط على الباب، الكاميرا وقعت جابت ميرور واللينس لسه دلوقتي مفكوكه حتتين كده، لسه هنشوف هنركبها ازاي. بس يعني الحمد لله على كل شيء. يعني هنعمل ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب. هو في ناس كتير ضايقتني وقوي بس ما وصلوش يعني الليفل الكره، يعني الحمد لله لسه. ان الواحد يبقى شغال في فيديو كل يوم ينزل يشتغل في الفيديو والفيديو كئيب مش عايز يطلع، وفيديو من اول ستيب نحاول نطلعه مش راضي يطلع. عمالين يقولوا لي اشتم في حسام، ولع في حسام حبيبي برضه والله، ومش عمال يقول لك هديك فلوس 20 جنيه وحنفي كذلك. حنفي اللي هو لسه ما قبضش عمال يقول لك هديك فلوس، بس حسام غلبان يعني عشان الحاج جاي وبتاع، فما ينفعش نقول حاجه يعني، حرام. حسام حسبي الله ونعم الوكيل، وربنا يكرمه يا رب وربنا ياخده. حسام بيقعد يبهدلنا ويعذبنا ولازم تشتغلوا ولازم تعملوا الايفنت ولازم فيديوهات، ولو قدر يطفي في جسمنا السجاير هيعمل عشان نخلص الشغل، فربنا يسامحه بقى. مش ساعات ما بيبقاش موجود او بيبقى عايز حاجه واحنا ما بنبقاش قادرين عاملينها، وبيبقى الوقت مش مناسب، او ساعات بتلاقيه عصبي وهو مش مناسب للعصبيه. ممكن وفاء اكتر عليه عصبيه شويه. هو شخصيه حلوه كده، حلوه جدا كمان. يعني عندك خد الكاميرا صور اوتو من غير فلاش، عايز الناس تعيط كده. نقول له حسام ايه؟ روح يا شيخ وتعالى بسرعه. حسام ليه؟ هقول له ايه ده والنبي؟ حسام هو عامة اخويا وصاحبي وحبيبي، بس المشكلة دماغه بتسوحه كتير قوي في حوار الميديا. بس فانا علاقتي بحسام انا مش هتكلم، انا هسيب الفيديو ده هو اللي يتكلم عليه، كفايه كده بس. يلا يعني.